الولد الغني كان بيتصرف بقلة ذوق عن قصد، شاط الكورة بقوة ناحية عامل النظافة اللي واقف بعيد. كل الناس افتكرت إن الراجل الغلبان خلاص اتصاب، بس في اللحظة اللي بعدها ماسك الكورة بسهولة ومن غير أي مجهود. ساعتها اتضح إن الراجل ده مش شخص عادي، ده كان أسطورة كرة القدم اللي ما ظهرش من 3 سنين بعد ما تستهدف واتصاب في رجله اليمين، وفي الآخر ما كانش قدامه غير إنه يشتغل عامل نظافة في فريق كورة درجة تانية. في اليوم ده ابن صاحب النادي كان بيتدرب على مهارة جديدة اسمها ذيل العقرب. زملائه في الفريق فضلوا يصفقوا ويشجعوه ومقتنعين إن الحركة دي هتفرق معاهم. النادي كان واثق إنه هيوصل للنهائي، لكن الراجل اللي واقف جنبهم كشر بقلق. في ثانية واحدة لاحظ عيب قاتل في الحركة دي وانصحه بهدوء إن الاستمرار في التدريب بالطريقة دي هيبوظ رجليه. لكن الشاب المتكبر ما كانش مستعد يسمع نصيحة من عامل نظافة وبدأ يهينه قدام الكل. زملائه كمان شاركوا في السخرية وفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا ده مجرد عامل نظافة ملوش أي علاقة بالكورة. الراجل شاف إن كلامه ملوش لازمة فهز راسه بأسى وسكت. وفعلا أول ما الشاب الغني نفذ حركة ذيل العقرب تاني حصلت مشكلة، ركبته خدرت فجأة زي ما الراجل قال بالظبط. هو نفسه ما كانش مصدق اللي حصل. توقع الراجل خلى القلق يدب في قلوب الكل لأن ده كان أهم لاعب في الفريق، إصابته معناها مشكله كبير وقبل ماتش الصعود الحاسم اللي هيحصل بكرة. صاحب النادي كان أكتر واحد منهار لأنه عارف إن الخسارة هتدخل النادي في الإفلاس.